أنا الرقاق الناشف اللي بيشرب سفرة رمضان، قول للناس يعملوني إزاي؟ أكيد، يلا نبدأ الطريقة. عايزة تعملي صينية رقاق باللحمة المفرومة تشرفك في أي عزومة؟ ركزي معايا في الفيديو ده عشان هقولك على سر التتبيلة اللي هتخلي طعمه في حتة تانية خالص ويطلع معاكي مورق وطري ومش مزيت. بس الأول نصلي على الحبيب قلبك يطيب. نبدأ بالمقادير. معانا نص كيلو لحمة مفرومة، بصلة مفرومة، وفلفل رومي متقطع صغير. والتوابل اللي هتظبط الأداء: ملح وفلفل أسود ورشة قرفة مع جوز الطيب، وطبعا الرقاق الناشف وشوربة دافية وسمنة بلدي على شوية زيت. نيجي بقى للطريقة وركزي في التكات اللي جاية دي. الأول هنعمل العصاج. في طاسة فيها شوية زيت هنشوح البصلة لحد ما تدبل، وننزل باللحمة المفرومة ونفككها كويس، ونتبلها بالملح والفلفل ونسيبها تستوي لحد ما ميتها تنشف تماما. دلوقتي بقى جه وقت سر الطعم. في طاسة تانية هنحط معلقة سمنة بلدي مع معلقة زيت، وننزل بفص توم مفروم وفلفل رومي تشويحة خفيفة، وننزل بمعلقة صلصة وطماطمية مكعبات، نتبلهم برشة قرفة وجوز الطيب وفلفل اسود، ونضيفهم على اللحمة المفرومة. الحركة دي بتخلي طعم العصاج وهمي. بالنسبة للشوربة لازم تكون دافية. هنظبط ملحها وفلفلها ونضيف لها معلقة سمنة بلدي، ودي تكة مهمة عشان مش هتحتاجي تدهني سمنة بين كل طبقة وطبقة. هنسقي الرقاق في الشوربة بسرعة من الناحيتين عشان ما يتكسرش ولا يعجن. نرص الرقاق في الصينية، وخلي بالك سيبي مسافة صغيرة من الأطراف وانتي بتحطي الحشوة عشان الرقاق يقفل على نفسه وقت التسوية والحشوة ما تخرجش بره. قبل ما ندخله الفرن هنسقيه بحوالي نص كوباية شوربة بالسمنة على الوش، ونوزعها كويس، وندهن الوجه بقطعة زبدة أو سمنة عشان ياخد اللون الذهبي اللي يفتح النفس. هندخله فرن سخن على درجة حرارة 220 من 35 ل 45 دقيقة لحد ما يحمر ويستوي، وأول ما يطلع غطيه فوراً لمدة 10 دقايق عشان البخار يخليه طري جداً ومورق. شوفوا النتيجة، رقاق طعمه غني، الحشوة ماسكة نفسها، والريحة تجيب لآخر الشارع. أنا الرقاق الطري اللي بيشرف سفرة رمضان، قول للناس يعملوني إزاي؟ أكيد، يلا نبدأ الطريقة. نفسك في صينية رقاق ملوكي تكون مورقة وطرية من جوه ومقرمشة واخدة لون ذهبي من بره، والأهم من كل ده إنها تكون خفيفة ومش عايمة في السمنة؟ يبقى الوصفة دي عشانك. قبل ما نبدأ نصلي على الحبيب ونشوف هنعمل إيه. عشان نجهز العظمة دي محتاجين رقاق طري، نص كيلو لحمة مفرومة، وبصلة كبيرة مفرومة. أما التوابل فهي بسيطة: ملح وفلفل أسود ومكعب مرقة لزوم الطعم، وطبعا شوربة دافية وسمنة بلدي مع نقطة زيت. نيجي بقى للطريقة. في طاسة على النار هنحط نقطة زيت وننزل بالبصل، نشوحه لحد ما يدبل بس من غير ما لونه يغير. ننزل باللحمة المفرومة نفككها كويس ونتبلها بالملح والفلفل ومكعب المرقة، ونسيبها تستوي براحتها لحد ما ميتها تنشف خالص. ودلوقتي ركزي معايا في سر الصنعة. الرقاق اللي هنحطه في نص الصينية هنديله نص تسوية في طاسة فيها مسحة سمنة وزيت. الخطوة دي بسيطة بس بتضمن لك إن الرقاق يستوي من جوه وما يعجنش أبداً. نجهز الصينية بتاعتنا. هنحط أسمك طبقة رقاق تحت عشان تتحمل الحرارة، ونرفع الأطراف لفوق شوية عشان نقفل بيها على الحشوة بعدين. وكل طبقة رقاق بنحطها لازم نسقيها بشوية شوربة دافية، خلي بالك دافية مش مغلية عشان الرقاق يفضل مورق معاكي. هنوسع طبقة اللحمة المفرومة ونقفل الأطراف كويس، ومهم جدا نقطع الرقاق قبل ما يدخل الفرن عشان الحرارة تتوزع في كل الطبقات. آخر لمسة: مسحة سمنة بلدي على الوش عشان الريحة والطعم، وعلى فرن سخن درجة حرارته 200. هتاخد حوالي 20 دقيقة لحد ما وشها يحمر، ولو قلبتيها في نص الوقت هتاخد لون موحد وخطير من الناحيتين. شايفة النتيجة؟ رقاق مقرمش من بره، طري وغرقان طعم من جوه، ومن غير دهون كتير. لو عجبتك الطريقة ما تنسيش تعملي لايك وشير عشان الكل يستفيد. دعمكم هو اللي بيخلينا نستمر ونقدم لكم كل جديد. بالهنا والشفا.